انتشل رجال الإنقاذ طفل سليم من تحت ركام إحدى الأبنية المنهارة في تركيا، حيث وجدوه نائما ولا علم له بما يحدث من حوله. ورصد مقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول لحظات إنسانية أبوية من المنقذين، حيث سألهم الطفل ماذا يحدث، فأجابوه صباح الخير لا شيء. وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا أمس الاثنين 3419 قتيل و 20430 جريح، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية. انتشر فيديو للشيف التركي الشهير بوراك وهو يبكي بحرقة قلب بعدما دقر الزلزال الذي ضرب تركيا العديد من المنازل والأبنية، والذي راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى. Hiçbir şey olmuyor. Sen kahramansın oğlum, hadi. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Amcası gitti, amcası gitti. Abi, Mustafa abi telefon var. Ya amcası bırak sen bak. Onu gönder abi. وكان قد تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديو لرجل سوري وهو يركض بسرعة وبين ذراعيه طفل رضيع، والذي يبدو عليه أنه حديث الولادة، وكان يركض بسرعة لينقذه من برودة الجو ويبحث عن غطاء له. ولم تمر إلا ساعات قليلة ويصبح الفيديو وصورة الرضيع في الترندات العالمية، موضحين أن والدته قد توفيت بعد ولادته وتركته وحيدا لمواجهة العالم، وذلك في بلدة جندريس شمال غرب حلب في سوريا. ويتصدر الآن كل من الأم والرضيع ترند فيسبوك، حيث انتشر الفيديو بسرعة البرق بين مستخدمي فيسبوك، وحاز الفيديو على تعاطف كبير بين مستخدمي فيسبوك من جميع أنحاء الوطن العربي، معبرين عن حزنهم وأسفهم لهذا الحدث المؤسف الذي تعرضت له سوريا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. وتفاعل عدد كبير من مستخدمي فيسبوك مع الفيديو، حيث حصد الفيديو على آلاف التعليقات التي تدعو بالرحمة للأم وتدعو الله بأن يحفظ الطفل الرضيع وينجيه، كما حصل على عدد كبير من المشاركة والتفاعل.